خلال برنامج جديد نشر على موقع WINWIN، قدم حفيظ الدراجي جميع التفاصيل المتعلقة بآخر التطورات في كرة القدم على جميع المستويات الدولية والقارية والإقليمية. وفي هذا العرض، أشار إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF الذي ظهر مرة أخرى في الأخبار، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الفرق والأندية التي تنسحب من بعض المسابقات. واستشهد الدراجي بنموذج المغرب الذي لم يشارك في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين المنظمة في الجزائر، دون أن يعاقبه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لأن الأخير اعتبر أن الحدث كان خارج إطار الملكي. الاتحاد المغربي لكرة القدم. كما أشار الدراجي إلى إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية لنحو 6 أشهر لأسباب سياسية وأمنية، وهو قرار سيادي تعترف به الأمم المتحدة. لكن الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يكتف بمنطق عدم العقوبة، لأنه في آخر قرارات لجنة الاتحاد الإفريقي لم تتم معاقبة أي طرف، لا الجزائر ولا الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم.